انت لو عايز تنهج او تمشي في المسار ده براحتك، عايز تمشي في المسار ده براحتك. ايه المعايير او ايه النقط اللي انا اقيم نفسي فيها؟ هو ذات نفسه لما ربنا اداله الاسباب دي، لا، فاتبع سبب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من جي دي سكيلز بودكاست. الشغلانه عايزه ايه؟ الحلقات اللي فاتت كلها كنا بنتكلم على وظائف محدده وبنمسك كل وظيفه نعرف المسار الوظيفي بتاعها. النهارده باذن الله هنعرف يعني ايه اصلا كلمه كارير او المسار الوظيفي. هيكون مشرفنا النهارده باذن الله دكتور اسامه ادهم بخبره اكتر من 15 سنه في مجال تنميه القدرات البشريه. ازيك يا اسامه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا احمد؟ ايه الاخبار؟ كله بخير الحمد لله. الحمد لله. ممكن نتعرف احنا وصلنا هنا ازاي؟ اولا انا مبسوط قوي ان انا معاك النهارده، الله يعني يخليك. دي حاجه عظيمه يعني بالنسبه لي. انا زي ما انت قلت كده، انا اسمي اسامه ادهم. شغال في تنميه القدرات البشريه من حوالي 15 سنه، يمكن اكتر شويه. شغلت في كذا فيلد من كذا سيكتور. اشتغلنا مؤخرا يعني في قطاع التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات. وقبل كده خلال الفترات اللي فاتت كان في قطاعات صناعيه برضو، بنحاول ان احنا نقدر نطور الهيومن كاباسيتي في القطاعات المختلفه. ده على المستوى المهني. على المستوى العملي فانا معايا دكتوراه في اداره الاعمال وماستر ترينر تقريبا من اكتر من 10 سنين ولا حاجه. ما شاء الله. فده الشغل اللي احنا بنعمله. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون سبب او نكون وسيله ازاي نقدر نعمل تطوير للكادر البشري، ان هو يبقى يماتش مع المتطلبات بتاعه سوق العمل اللي موجوده دلوقتي، اذا كانت في مصر. وهنتكلم بقى ازاي كمان المنافسه ما بقتش بس في مصر، بس بقت كمان عالميه. حلو قوي. طيب احنا عايزين نعرف بقى بدايه الموضوع، احنا واقفين فين دلوقتي؟ اوكي. يعني بالنسبه للوظائف، بالنسبه للخريجين الجداد، بالنسبه لسوق العمل. اوكي. طيب خلينا كده نحط ايدينا على شويه فيجرز موجوده في الماركت. تمام. اول حاجه، عندك حاجتين او اتنين فاكتورز هم اللي بيحددوا شكل الشغل في اي سوق. اول حاجه السبلاي والديماند. السبلاي مين؟ البني ادمين اللي بتتخرج. طب انت عندك العدد قد ايه في مصر، وكيفيته عامله ازاي، جودته عامله ازاي، التصنيف بتاعه شكله عامل ازاي. في مصر تقريبا اولموست كل سنه بيتخرج يعني بلس 700 الف خريج كل سنه. تمام. طيب هل ال 700 الف خريج دول بيبقى مقابل ليهم 700 الف وظيفه؟ ده سؤال. السؤال التاني، طب ايه الكواليفيكيشنز بتاعت ال 700 الف خريج دول شكلهم عامله ازاي؟ اغلبيه الخريجين او اغلبيه الناس اللي بيجوين على القطاع عامه، قطاع الشغل في مصر، بيبقى التخصصات بتاعتهم مش تخصصات تقنيه. مش قصدي بتقنيه ان هو يبقى اي تي، يبقى تخصص مهني، زي دكتور، زي محامي. هو الوظيفه او الشغله اللي هو بيدرسها هيطلع يشتغلها. الاغلب حاجات ليها علاقه بالبزنس، حاجات ليها علاقه باشغال ممكن ما تكونش مطلوبه دلوقتي في الماركت. طيب هنحل الدايلاما دي ازاي؟ حلو. نبص بقى على الجانب الاخر، الديماند. طب الديماند شكله عامل ازاي؟ هل الوظائف دلوقتي على مستوى العالم او الفوركاست خلال الخمس سنين الجايين، احنا بنتكلم 2030، هل هتبقى واحده ولا الموضوع اتغير؟ هل هيبقى تراديشنال وورك زي ما الناس بتشتغل؟ ده طبيعي، انا بتخرج فخدت شويه نوليدج وعندي شويه سكيلز فهقدر اطلع اشتغل، ولا الموضوع اختلف؟ في الورلد ايكونوميك فورم مطلع تقرير اخر سنه 25 بيفوركاست او بيقول كده الوظائف في سنه 2030 هيبقى شكلها عامله ازاي، او اكشلي مش الوظائف، السكيلز اللي مطلوبه في الوظائف. فبيقول ان 39% من الكور سكيل في كل الوظائف هيتغير. يعني في الوظيفه انت مثلا دلوقتي بتشتغل محاسب، فعندك كور سكيل هو ده الاساس اللي انت باني عليه شغلك، اللي انت بتشتغل بيه. تمام. 39% من الكور سكيل اللي هيبقى موجود في الوظائف هيتغير تماما. لازم تابديت السكيلز بتاعتك عشان تماتش مع الريكويرمنت بتاعت الماركت، مع احتياجات السوق. تمام. تمام. فده اول حاجه. طيب تعال نشوف لو هم كده كانوا عاملين استادي بيقولوا لو الموظفين على مستوى العالم بقوا 100 موظف، ال 100 موظف دول محتاجين اللي احنا نعدل السكيلز بتاعتهم ازاي؟
السكيلز هنا مقصود بيها المهارات المهارات. الشخصيه ولا المهارات العلميه؟ يعني انا بعرف جزء الحسابات، بعرف القوانين بتاعه المحاماه، بعرف الاساسيات البرمجه. المهارات اللي بيتطلبها الشغل اللي انت هتعمله. تمام. فالمهارات عامة لو جينا قسمنا المهارات ليها تقسيمة طبيعية جدا. عندك سوفت سكيلز او المهارات الشخصية، والهارد سكيلز او التكنيكال سكيلز، ودي المهارات التقنية الخاصة بشغلتك. مش قصدي برضو بيها تاني فكرة تقنية ان هو ان انت تبقى اي تي تقنية، ان انت دكتور فانت عارف الطب، هو دي قصدي بيها المهارة التقنية. فبيقولوا ان 41 لو احنا قسمناهم كده ل 100 شخص، 41 شخص محتاجين نعمل لهم، مش محتاجين نعمل لهم اب سكيلينج، دول كويسين جدا. تمام. هيقدروا يكوب، المهارات اللي معاهم علميه وتقنيه يقدروا يشتغلوا بيها. هيقدر بالظبط يشتغل بيها. ال 41 دول نسبة كبيرة منهم الناس اللي شغلها تقني، الناس اللي شغلها اي تي. وهقول لك ليه. 29% محتاجين ان احنا نعمل لهم اب سكيل. تمام. طيب دول هيتدربوا في بقى نسبة تحتيهم كمان 19%، 19 فرد من المية اللي احنا افترضنا ان هم دول الحجم بتاع الوظائف اللي موجودة. 19 شخص منهم تمام محتاجين ان احنا نعمل لهم ريسكيلينج، نوديهم بقى على وظيفة تانية وندربهم عليها. تمام. تمام. 11 شخص منهم هم خلاص كده اوت ديتد، الوظائف نفسها مش هتبقى موجوده، مش هتبقى موجودة، وهم كمان ما عندهمش قابلية ان يتعمل لهم تطوير ذات. تطوير. تمام. فده لو قسمنا العالم كله ل 100 شخص. طب هم بقى كمان عملوا حاجه كويسه جدا، قسموا او شافوا كل دوله بناء على البوبوليشن بتاعها، بناء على نسب التوزيع السكاني، الناس اللي شغاله فيها. النسب دي هتوافق معاها ازاي؟ جم قالوا مصر. طب نشوف مصر. وده حاجه كويسه جدا ان مصر النسب بتاعتها حلوه جدا، او ازيد من الافريج العالمي. فبيقول ايه؟ ان لو هم 100 شغالين في مصر، 49 واحد منهم مش محتاجين ابديت، مش محتاجين يتعمل لهم اب سكيلينج. ودي بصراحه يعني لو قلنا فيها ميزه، خلال الفترات اللي فاتت، خلال الخمس سنين اللي فاتوا، كان في كميه انيشيتيفز حكوميه وغير حكوميه على الاب سكيلينج فيما يخص التكنولوجي وفيما يخص احتياجات سوق العمل. فدي ساعدت جدا اللي رفعت النسبة من النسبة الطبيعية أو اللي موجودة على مستوى العالم من 41% ل 49% في مصر. فده كان شيء كويس. نيجي للليفل الأقل شوية. فبيقول لك إن كان على مستوى العالم 29 واحد محتاجين نعمل لهم أب سكيلينج. في مصر النسبة أقل، وده كويس، 28. تمام. طب الاقل بقى اللي احنا عايزين نغير خالص اللي كان 11%، اللي هم كانوا 19%. ففي مصر 16، وده في حد ذاته كويس. كان على مستوى العالم بيقول لك في 11 ما فيهمش امل، خلاص بقى دول يعني. في مصر 7. طب ده مؤشر كويس، ده مؤشر كويس. بس الفكرة بقى ان في مصر، بص انت عندك رقمين بيضربوا ببعض. ايه هو؟ الخريجين كتار، الكواليتي بتاعتهم الى حد ما كويسه، بس الفرص قليله، الديماند. هي دي الفكره. طب انا بقى محتاج ان انا اشوف الواقع دوت اتعامل معاه ازاي. تمام. فتتعامل معاه ازاي بقى؟ الجمله المشهوره بتاعت انت محتاج تعمل ديفلوبمنت لنفسك عشان تقدر تكمبيت في المنافسه دي، تقدر تنافس في المنافسه اللي بس مش في مصر، لا انت دلوقتي بقيت تنافس على مستوى العالم. تمام. فالكلمه المشهوره اللي كلنا بنسمعها، اعمل الصح. طب ايه بقى هو الصح؟ ده بقى محتاجين نستفيض فيه بقى. يلا بينا. طيب بص احنا خلينا نقسمها كده خطوات بالزبط. يعني تقسيمه كده نقدر ان احنا نعرف احنا كل مرحله ايه اللي مطلوب مننا فيها وايه اللي هنعمله. تمام. على طول لما انت بتروح لحد ممكن يكون هو سينيور في مجال معين، يقول لك انت محتاج والله تشتغل على نفسك. ودي الكلمه اللي على طول احنا بنسمعها. طب اشتغل على نفسي ازاي؟ اعمل ايه؟ يعني في الكليات لما بنقابل طلاب، طب احنا عايزين نطور من نفسنا، طب نعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي احنا نعملها؟ فزي ما بيقولوا كده هنحاول نعمل برشامه ملخص، او يعني البروسيس ان انت لو مشيت عليها هتحاول على قد ما تقدر ان انت تلاقي الرود ماب بتاعك
في الخطوه الاولى في المشوار اللي انت هتمشيه. بص زي ما بنقول كده ان الدراسه حماده، وسوق والشغل العمل حمادة حماده تاني تاني. خالص. تمام. فانت محتاج ان انت تشوف بقى انت بعد ما تتخرج انت هتعمل ايه، تمام. عشان الكومبيتيشن مرعب. ومش في مصر بس، لا ده كمان على مستوى العالم. الكلمة اللي احنا كنا بنسمعها واحنا صغيرين ان العالم كله بقى قرية صغيرة والكلام العظيم ده، لا دلوقتي انت شايفه رأي العين. انت مظبوط. دلوقتي ممكن في وظيفة جوه مصر او وظيفة متاحة في مصر بتنافس بيها حد موجود في اي دولة من دول العالم. هيبقى بيتنافس معاك واحد في امريكا، واحد في اوروبا، واحد في الهند، واحد في الصين. فانت هل انت جاهز بقى للكومبيتيشن دي؟ هل انت جاهز للمنافسة دي؟ هو ده بقى السؤال اللي احنا محتاجين نجاوبه. تمام. وهل انت عايز تدخل المنافسة دي عشان المنافسة؟ ما اكيد كل ما انت بتنافس في ليفل اعلى كل الريورد بيبقى اكيد اعلى. مم. فانت هل انت عايز تبقى موظف طبيعي وتروح الصبح وترجع بعد الظهر وتبقى جايب البطيخه والكلام الظريف بتاعنا دوت، ولا انت محتاج اللي انت محتاج تبني مستقبلك؟ فانت لو عايز تنهج او تمشي في المسار ده براحتك، عايز تمشي في المسار ده براحتك. النهارده بنقول ايه؟ النهارده عايزين نحط الرود ماب ان انت ازاي تبني او ترسم لنفسك الكارير بتاعك. شويه خطوات كده زي ما انت قلت هنمشيها واحده واحده، ونشوف المايند سيت اللي احنا نقدر من خلالها تبقى هي الحافز بتاعنا اللي احنا نمشي في التراك ده. حلو أوي. تمام. طيب اول حاجه بص كده انا بقول المسار دوت وزي ما انا بقول ان هي ديت مشوار انت بتمشيه. فبضرب مثال على طول باي ابلكيشن من الابلكيشن بتاعت الترانسبورتيشن، اللي هو انت عشان تروح من مكان لمكان فمعاك موبايلك، فبتستخدم اي ابلكيشن، فبتدخل شويه معلومات عشان تتنقل من النقطه اللي انت فيها لمكان تاني، صح ولا تمام. غلط؟ مظبوط. الرود ماب اللي احنا هنتكلم فيه هي بالظبط، هو كلام منطقي ما فيهوش يعني حاجه خارج الطبيعه يعني. فانت عشان تتنقل، احنا قاعدين في القاهره، عايز تروح اسوان، فبتفتح الابلكيشن بتدخله بتقول له انا في القاهره، فانت محدد انت فين في القاهره. بالظبط. ده اول حاجه. تاني حاجه المفروض تحددها انا عايز اروح فين. جهة الوصول، أنا عايز بالظبط، أوصل عايز فين. اروح اسوان. الابلكيشن بيديك بيقول لك عشان تروح من القاهره لاسوان فانت قدامك كذا اوبشن. تركب بقى قطر، تاخد عربيه عاديه، تركب طياره، تمشي في النيل، تاخد مم. موتوسيكل، انت حر. فبيديك صح. الاوبشنز. تمام. وانت بتختار الاوبشنز دي، وبناء على اختيارك انت بتنفذ. بقى عايز القطر فبتروح محطة القطر، بتركب وبتروح للوجهة اللي انت عايزها. تمام. اخر خطوة انت بتتأكد ان انت ماشي في الطريق صح، مم. من القاهرة لأسوان. أسوان. تمام. فدول الخمس خطوات اللي انت بتمشي عليهم عشان تروح من نقطة لنقطة. في حاجة صعبة؟ هي ده بالظبط اللي انت هتعمله وانت عايز تشوف الكارير بتاعك. عايز تروح، انت دلوقتي خريج او انت طالب، فانت في نقطة انت محتاج ت ت ت تسكرايب انت فين بالظبط، تحتاج توصف انت فين بالظبط. طب انا اوصف انا فين ازاي؟ محتاج تعمل سيلف اسسمنت. يعني ايه سيلف اسسمنت؟ اقيم نفسي. طب اقيم نفسي من انهي ايه المعايير او ايه النقط اللي انا اقيم نفسي فيها؟ 3 حاجات محتاج تقيم نفسك فيهم. اول حاجه انت ايه الاكسبيرينس اللي عندك. أنا لسه خريج جديد. طيب انا خريج جديد، وانت خريج جديد، يعني معلش كده هبقى شديد شويه على الخريجين. انت عندك 4 سنين في الكليه، واحب بقى يسمع الكلام دوت اللي لسه داخلين سنه اولى. حلو. 4 سنين انت مش بس دورك فيهم اللي انت تروح الكليه وتتعلم وتبقى شاطر وتاخد ال4 سنين او ال5 سنين وات ايفر سنين بتقديرات الدراسه مميزة وكده. بتقديرات مميزه. لا، انت مش بس مطالب بكده، انت مطالب ان انت خلال ال4 سنين دول تكون مشيت شويه في الكارير بتاعك. هتقول لي ازاي؟ بالظبط. هقول لك انت عندك في انترنشيب بتتعمل في الصيف، محتاج تجوين فيها، وهنقول ايه فايدتها كمان شويه. عندك ستودنت اكتيفيتيز بتبقى موجوده جوه الكليات جوه الجامعات. انا يعني نزلت جامعات كتير جدا على مستوى مصر، اذا كانت حكوميه او خاصه او اهليه، كلهم عندهم ستودنت اكتيفيتيز. فكل الحاجات دي بتديك اكسبيرينس. اخر حاجه بقى الكورسز، والمش بس الكورسز التراديشنال اللي انا بروح اخد كورس، لا ده
وكمان الاون جوب تريننج، ان انت بتنزل عشان تشوف تبقى شادوينج كده، بتعمل الشغلانه. مثلا انت راجل ديفلوبر فلسه في سنه تانية، تروح لشركه ما بتاخدش فلوس، مش انترن، انت مش هتاخد فلوس، تروح بس تفهم يعني ايه الوظيفه دي. كل الحاجات دي بتسمع في النقطه اللي احنا لسه بنتكلم فيها، وهي الايه؟ الاكسبيرينس. طيب حلو قوي ده كده لو انا لسه طالب. واعتقد برضو ان من ضمن المميزات في المرحله دي ان انا مش هبقى مربوط ان انا بدور على شغل. يعني انا مثلا لو بنتكلم على صناعه السوفت وير مثلا، فانا النهارده نزلت ديفلوبر، عرفت الشغلانه طبيعتها ازاي. بالظبط. سمعت وانا في الشركه ان في حاجه اسمها تيستر مثلا، او وظيفه اسمها تيستنج، مظبوط. هتعلم حاجه جديده، او اتليست هبقى مهتم ان انا ادور عليها. مظبوط. كل ده احنا بنتكلم في مرحله ان انا لسه طالب وعندي الفرص ان انا ادور عليها. بالظبط. ده في النقطه بتاعت انا ايه الاكسبيرينس بتاعتي، ازاي اجين الاكسبيرينس. تمام. فاحنا بنقول ازاي، قلنا بقى كذا حاجه من ضمنها اللي انت تنزل انترن، تاخد كورسز، تنزل الستودنت اكتيفيتيز، كل الكلام العظيم ده. دي في اول نقطه، ده تمام. الاكسبيرينس. طب انت لو مش طالب بقى، خريج بقى. لو خريج، تعرف انت بتعمل ايه؟ اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ طب لو اشتغلت، ايه الخبرات اللي عندك؟ طيب اكتسبت ايه خلال السنتين؟ مم. اكتسابك للخبرات مش بس في النو هاو اللي انت بتعمله، في كده حاجه بنسميها خبره الشغل. يعني ايه خبره الشغل؟ مش بس اللي انا بعرف اكتب كود مثلا، لا، ان انت بيبقى عندك كوميتمنت، عندك تاسك. دي انت ما بتبقاش موجوده عندك وانت طالب. بتبقى ازاي اقدر اتعامل مع مدير، واقدر اتعامل مع كلاينت، دي اكسبيرينس. صح. ازاي اقدر ابريزنت ماي ايديا، ابريزنت الافكار اللي انا شايفها ممكن تبقى جديده، ابريزنت البروجرام او البروجكت اللي انا شغال عليه، ابريزنت شغلي. فدي كل الحاجات دي اكسبيرينس. مش بس الاكسبيرينس اللي انا عدد سنين خبره، لا، ما انت ممكن عدد سنين خبره 10 سنين، واحد عنده 10 سنين خبره، بس واحد اشتغل سنتين، قوته اقوى بكتير، خبرته، المهارات اللي اكتسبها اقوى بكتير من واحد عنده 10 سنين. انا دايما في الحته دي سمعت جمله من حد، في حد بيبقى عنده 10 سنين عباره عن سنه واحده ومتكرره 9 مرات. بالظبط. مم. هو قاعد بيقرر الشغل اللي هو بيعمله، هو بيروح بيشتغل هو نفس الشغلانه. عايز اقول لك، كان عاملين سيرفي كده في جوجل، الكلام ده مثلا من حوالي 6-7 سنين يمكن اكتر. ايه بيقولوا للموظفين؟ ايه اللي يخليك تشتغل معانا؟ يعني ايه اللي محببك ان انت تشتغل في جوجل؟ فانا اول لما سمعت الكلام ده، انا بره جوجل طبعا مم. يعني، فاقول ده عندهم فلوس. لا والانفايرمنت حلوه، وبقى عندهم مكان الواحد يرفه فيه، طبعا فلوس، اكسبوجر بقى، انا شغال في جوجل وحاجه عظيمه. هم قالوا حاجه تانية خالص. كان في اسباب دي، بس كان السبب الاولاني ايه؟ اللي انا كل يوم في تشالنج بتعلم منه. مم. هو بيعمل ايه؟ هو مش بس فكره اللي انا اجين فلوس، هو انا كمان بكتسب خبرات. ليه؟ ما هو انا النهارده في جوجل باخد اكس اماونت تايتل كذا، انا لو رحت بقى بالاكسبيرينس دي الميتا هاخد دبل المرتب، صح. وهاخد سالري اكتر. فهم بيبصوا، مش بيبصوا تحت رجليهم. في اوقات كتير احنا كنا بنبص تحت رجلينا. صح. هي دي فكره الاكسبيرينس. انت محتاج مش عدد سنين، محتاج تعرف انت خلال الفتره دي عملت ايه، عملت ايه تمام. مشاريع، عملت ايه بقى، اكتسبت ايه من المهارات. تمام. فاحنا هنا لسه في اول مرحله، السيلف اسسمنت او التقييم الشخصي. انا بقيم نفسي بالظبط. سواء انا لسه بدرس او ان انا اتخرجت. واول اكسرسايز او اول مهمه كانت عندنا في التقييم الاكسبيرينس بتاعتي. بالظبط كده. تمام. تمام. طيب تاني نقطة بقى، تمام، ايه النيد؟ يعني ايه النيد؟ يعني انت احتياجك دلوقتي ايه؟ ما دلوقتي احتياج احمد بعد خبرة اكتر مثلا من 15-20 سنة في الكارير بتاعه، مش زي احتياج احمد هو نفس الشخص من 15-20 سنة. مظبوط. تمام. انت دلوقتي احتياجك ايه؟ احتياجك اللي انت تاخد اكسبيرينس، ولا احتياجك اللي انا يبقى عندي بوزيشن، ولا احتياجك اللي انا اخد فلوس؟ على حسب انت ايه النيد بتاعك. ليه؟ عشان دي هتسمع بقى انا انا عايز اروح في انهي اتجاه. صح. يعني لو اتعرض عليك وانت لسه خريج شركه ستارت اب وشركه كبيره، انت محتاج ايه؟ ايه النيد بتاعك؟ محتاج اللي انا ابقى ليا اسم، او انا ابقى موجود ترس جوه شركه كبيره، ولا محتاج اللي انا ابقى ترس جوه ستارت اب بس هتعلم حاجات كتير، فدي هتديني اكسبيرينس لما اروح الشركه الكبيره هبقى ترس اكبر، صح. وهيبقى ليا اد فاليو. فانت ايه النيد بتاعك دلوقتي؟ كل ده انت بتقيم نفسك.
تمام. فدي النيد بقى اكسبيرينس، فلوس، بوزيشن. انت محتاج ايه؟ خطوه ان انا اسافر بره مثلا، بالظبط. فانا ابقى محتاج ان انا ادور على فرص تؤهلني للمكان ده. ممكن يكون النيد بتاعك اللي انت تبني اكسبيرينس اللي هي بنسميها 360 كده، عشان انا مش بتاع وظيفه، انا عايز ابقى اونر، عايز ابقى ستارت اب. فانت انا في دماغي، وده النيد اهو، انا في دماغي اللي انا هشتغل دلوقتي 3 4 سنين، اخد الاكسبيرينس على الفيلد ده كله عشان اعمل ستارت اب بتاعي جوه الفيلد ده. ما هو اللي عايز يبقى معلم لازم يبقى صنايعي، يجيبها صبي. صبي من الاول. بالظبط. فده النيد. تمام. طيب دي تاني نقطه. تالت نقطه بقى، ودي مهمه جدا جدا جدا، وهي ليها معنيين: الفاليوز. الفاليوز دي بتتقسم لحاجتين. اول حاجه ايه الاد فاليو اللي انا دلوقتي اسامه جاي يشتغل، راح لاحمد عشان يشغلني، انا ايه الاد فاليو اللي انا هضيفه في الشركه بتاعت احمد عشان احمد يديني فلوس. تمام. فانت لازم تكون عارف الاد فاليو بتاعك، او لو ما عندكش على فكره، انت لسه خريج جديد بقى انا مش عارف، تبقى رايح بالمايند سيت دي، انا مش عارف انا لسه هديكوا ايه. فلازم تبقى عارف وانت رايح انترفيو، ودي كده هايلايت وانت رايح انترفيو، لازم تبقى عارف انت هتروح للشركه دي تديها ايه عشان يدوك فلوس. يعني انت عايز جنيه، الشركه اكيد لازم تكسب من وراك اكتر من الجنيه ده. مظبوط. يعني انا في الطلاب في الكليه لما بقابلهم ويقولوا لي احنا، فبقول له قول انت عايز تاخد مرتب كام. فواحد طالب كده ظريف جدا قال انا عايز اول لما اتخرج اخد $100,000. قلت له انا موافق اديك $100,000، بس انت هتديني في المقابل $100,000 دول ايه؟ ما انت لازم تديني قيمه مقابل اللي انا هديها لك صح. في $100,000. مقابل المرتب ده. بالظبط. فانت لازم تقول لي ايه الاد فاليو بتاعك في الشركه. ده اول نقطه. طب تاني حاجه في الفاليوز، يور فاليوز، انت ايه الفاليوز بتاع، ايه القيم اللي بتاخدك للشغل. يعني لازم تبقى موجوده في المكان اللي انت فيه. على سبيل المثال، حد من الفاليوز بتاعته ان هو انوفيشن جدا، بيفكر وبيطلع افكار جديده. هل مثلا الشخص دوت اشغله مثلا محاسب؟ هو محاسب هو بيعتمد على ايه؟ وظيفه روتينيه، روتينيه. بيطبق بروسيدرز او خطوات انا مش معينه. معنى كده ان انا بقول محاسب وحش، بس هو الفاليوز بتاعته انا عايز اشتغل حاجه فيها انوفيشن. تعال انت بقى روح التراك بتاع الماركتنج، تروح التراك بتاع الجرافيك ديزاينر، تروح التراك ده. تمام. طيب واحد بقى على العكس تماما، واحد بيحب ان هو يبقى الشغل بتاعه ستيبل. تمام. فده ما ينفعش يشتغل سيلز مثلا، ده يشتغل وظيفه ممكن يكون على فكره هو انوفيتور، يعني هو شخص عنده مبدع، بس حطه في مكتب ناس بتاعه التكنولوجي، حطه قدام لابتوب وسيبه خلاص. مم. فهو دي الفاليوز بتاعته. على العكس تماما من حد هو شغلته ان هو يتعامل مع ناس، عنده الكوميونيكيشن، عنده الفاليوز بتاعت اللي انا اتعامل مع كاستمر واتعامل مع كلاينت واشوف ايه المشاكل بتاعته واحلها له. فدي الفاليوز. ايه الفاليوز بتاعتك؟ حلو قوي. تمام. هنا محتاج تسال نفسك سؤالين في الحته بتاعت الفاليوز دي. اول حاجه، ايه هم الثلاثه فاليوز اللي عندي اللي لازم يبقوا موجودين في الشغلانه اللي انا عايز اشتغلها. تمام. في نفس الوقت تسال نفسك سؤال تاني، ايه الفاليوز اللي موجوده في شغله معينه وانا دي مستحيل اشتغلها. تمام. يعني في ناس هي حطها في مؤسسه تشتغل، في ناس تانية لا هي ما بيحبش يقعد قعده مكاتب، هو اطلقه، فالراجل ده يشتغل سيلز، يشتغل ماركتنج، يعني حاجه بتتكلم، حاجه بتعتمد على التواصل البشري زي ما بتقال. بالظبط. فمحتاج اللي انت تديفاين ايه الفاليوز بتاعتك. طب اسامه ده موضوع صعب شويه، انا مش عارف برضو. طب هقول لك تول كده ظريفه جدا، تقدر يعني في 10 دقايق تعرف تديك كده، تعمل لك ديسكريبشن على الفاليوز بتاعتك. في تول ادخل على جوجل سهله جدا، هتكتب 16 personalities، ده تيست هتدخل عليه، بس طلب صغير جدا قد كده، جاوب بصراحه، مفيش حاجه صح وحاجه غلط. هو هيقول لك انت ايه الفاليوز بتاعتك، انت ايه احسن وظائف تقدر تشتغلها.
على فكره انا على المستوى الشخصي كنت عامل الموضوع ده من سنه قبل ما نبدا البودكاست، اوكي. بجد يعني هو مفيد جدا، آه. هو بيديك بس كده ايه. طبعا لو هو مجاني جدا، ما يعني ما فيهوش مش بفلوس، لو عايز تدفع فلوس هيديك بقى ريبورت محترم بقى فيه مم. كل التفاصيل. بس الديسكربشن اللي هو هيديهولك في الاول ده ممتاز جدا ان انت تحدد ايه هي الفاليوز بتاعتك. تمام. فسهل، يعني شرطي او طلبي الوحيد ان انت تقوله او تجاوب عليه بصدق، مفيش حاجه فيه صح وحاجه غلط، يعني ما تبقاش مثالي في مظبوط. في الاجابات بس. طيب احنا هنا بنتكلم في ذا كارير ديفلوبمنت سايكل. احنا هنا خلصنا اول بوكس او اول فيز معانا اللي هي كان فيها الاكسبيرينس والنيدز والفاليوز. اوكي. سيلف اسسمنت. حلو قوي. مم. سيلف اسسمنت. مم. ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده بقى انت عايز تروح فين. مم. فاكر المثال اللي احنا قلناه، اعمل احنا انت الصح. واقف فين، مم. عايز تروح بقى فين، ايه المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، ايه النقطة اللي انت عايز توصل لها. تمام. فدي تاخدنا انت محتاج تشوف ايه هي الوظائف المتاحة، وانا هختار بناء على ايه. شوية اسئلة بقى محتاج تسألها لنفسك. انت الوظائف المتاحة دي في المجال بتاعك، اول حاجة هو ايه الشغل اليومي اللي بيعمله. تمام. معلش عشان بس لحظه قبل ما ندخل فيها. اتفضل. المجال بتاعك دي بتبقى غالبيا غالبا يعني جايه من انا خريج كليه ايه. بالظبط. تمام. تمام. فده اللي هو الرود ماب الطبيعي. حلو قوي. انا خريج كمبيوتر ساينس فانا عايز اشتغل في التكنولوجي. انا خريج طب فانا عايز اشتغل في الطب. تمام. هنيجي بقى على الوظائف اللي هي ممكن تظهر لي او تطرأ في الافق، دي اللي احنا هنتكلم فيها كمان شويه. حلو. تمام. احنا بنتكلم على النورمال دلوقتي. تمام. اول حاجه الوظيفه اللي انا عايز اشتغلها دي بيعملوا ايه في اليوم. هتقولي طب يعني انت دي هتفيدك في ايه. لا، هتفيدني. هل هي بتماتش مع الفاليو بتاعتي ولا لا. مم. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه ايه السكيلز اللي عايزاها الوظيفه دي. هتقول لي دي مهمه. طبعا. هل السكيلز دي بتماتش مع الاكسبيرينس والسكيلز بتاعتي ولا لا. بص، هي كل نقطه انا زي ما قلت لك في الاول هي لوجيك، مم. يعني لوجيكال ثينكينج، انت بتفكر بتفكير منطقي. طيب. تالت سؤال، انت محتاج تعرف السالاريز او المرتبات اللي بتتقدم في الوظيفه دي عامله ازاي. طب دي هتفيدني في ايه. في النيد. فاكر لما قلنا انا النيد بتاعتي عايزه ايه. عايز اروح فين؟ بالظبط. مم. طيب اخر سؤال بقى، وده مهم جدا وسبته في الاخر عشان ده المهم، السؤال اللي بيجايد او اللي بيفرق حد عن حد. هل الوظيفه دي ليها كروس اوبورتيونيتيز، هل هي ليها فرص للنمو، ولا الوظيفه دي بعد شويه هتقع. مم. ودي بقى تاخدنا للكور بتاع البودكاست بتاعك. التكنولوجي بقى كل دلوقتي اي وظيفه لازم تكون ريليتد بالتكنولوجي. تمام. فلو انت بتتكلم بقى على خريج تجاره، خريج اداب، خريج حقوق، انا ما جبتش خالص كمبيوتر ساينس، خريج طب، صيدله، كل الوظائف دي لازم تبقى ريليتد بالتكنولوجي في العصر اللي احنا فيه. تمام. تمام. طيب. عايز اقول لك بقى حاجه مهمه جدا. وزاره الاتصالات في سنه 21 عملوا استراتيجيه عشان يشوفوا ايه هي الوظائف اللي ممكن نعمل لها اوف شور. يعني ايه اوف شور؟ يعني وظائف تبقى انت شغال في مصر وبتسيرف او بتقدمها لحاجه بره مصر، بدل ما انت كنا زمان بنصدر قطن، بنصدر بترول، لا دلوقتي انت بتصدر سيرفيس. زي اشهر حاجه الكول سنتر. بالظبط كده. مم. تمام. فعملوا الاستراتيجي دي، كانت ليها زي الجناحين كده. ايه هي الوظائف الديماندد على مستوى العالم. وعشان كده هرجع للنقطه اللي انا كنت بقول لك في الاول خالص، انت بتنافس مش لوكال، انت بتنافس جلوبال. مم. تمام. لو انت عايز يبقى ليك مكان. تمام. فدي اول حاجه. الحاجه التانية اللي اتعملت في الاستراتيجي دي، ايه بقى الكاباسيتي بيلدينج اللي انا المفروض اعمله عشان اقدر بيه بالشباب اللي موجوده في مصر اكومبيت على الوظائف اللي موجوده وورلد وايد. مم. تمام. فعملوا استراتيجي مستمره لغايه السنه اللي احنا فيها 2026، وهيتعمل ابديت للاستراتيجي دي خلال الخمس سنين اللي جايين. بس هم طلعوا بحاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان انت عندك بيراميد كده، البيراميد دي فيها الوظائف المتاحه بره وتقدر تعملها من مصر.
اذا كان شركات تيجي تنفذها تاخد الكاليبرز الموجودين في مصر يشتغلوها، او حتى لو انت عايز تشتغلها فريلانس. تمام. طيب البيراميد دي عباره عن ايه؟ القاعده بتاعتها اي حد مش باك جراوند بتاعته تكنيكال ممكن يدخل في القطاع ده. زي ايه؟ زي انت ضربت مثال من شويه، الكونتاكت سنتر. دلوقتي السالاريز بتاعت الكونتاكت سنتر في مصر، يعني احنا بنتكلم اللغات عامه، ارقام محترمه جدا ان انت تقدر تشتغل فيها وتبدا فيها، حاجه عظيمه جدا. اذا كان كنت بتعرف تتكلم انجلش كويس، بتعرف تتكلم جيرمان، اسبانيش، اي لغه من اللغات دي، انت السالري محترم جدا كستارتنج بوينت. تمام. طيب في ايه تاني في البيز او في القاعده؟ عندك اي حاجه ليها علاقه بالشيرت سيرفيسز. حضرتك خريج تجاره، بتعرف اتش ار، بتعرف لوجيستكس، بتعرف سبلاي تشين، تقدر تشتغل الوظائف دي، بس بشرط ان انت يكون عندك ايه؟ هاو تو يوز التكنولوجي. يعني مثلا حد خريج اتش ار، تمام، او عنده المهارات، او بيعرف يعمل او خد الفانكشن كورسات مثلا خاصه بتاعت بالاتش الاتش ار. ار. مش بس زي زمان انت خلاص عارف الموضوع ده فهتشتغل اتش ار، لا، انت محتاج تشتغل اتش ار فهتشتغل على اي ار بي سيستم معين، فمحتاج ان انت تعرف ازاي تستخدم الاي ار بي سيستم ده. عشان انت مثلا في مصر هتعمل الباي رول بتاع الشركه وورلد وايد. يعني في شركات كتير جدا موجوده دلوقتي في مصر، الباي رول بتاع الفروع بتاعها على مستوى العالم طالع من مصر. مظبوط. تمام. فانت دي القاعده، ده بنسميها شيرت سيرفيسز. تمام. تطلع شويه بقى في الميدل، في الهرم دوت في النص، عندك وظائف ممكن تعملها انت لو انت الباك جراوند بتاعتك تكنيكال، انت خريج بقى كمبيوتر ساينس، خريج هندسه اتصالات، او لو حتى هتبذل افورت شويه وتتعلم تكنولوجي. زي ايه؟ عندك بقى الويب ديفلوبمنت، عندك الويب ديفلوبمنت وعكسه تماما، او يعني الوجه المقابل ليه التستنج. عندك الموبايل ابلكيشن. الموبايل ابلكيشن، كل الحاجات اللي ممكن انت تقدر تتعلمها. تمام. او لو انت عندك الباك جراوند بتاعتها، فده في الميدل. تطلع بقى للهاي اند تكنولوجي اللي هي زي ايه؟ زي الامبيدد سوفت وير، زي المايكرو تشيب ديزاين. اعتقد في شركات في مصر بتقدم الخدمات دي. وعايز اقول لك حاجه، ان الشركات دي لما جت مصر من 20 سنه ما كانوش متخيلين ان هم يعني قالوا احنا نفتح سنتر في مصر وخلاص. دلوقتي هو اكبر سنتر ليهم لاكبر الشركات اللي شغاله في الامبيدد سوفت وير على مستوى اوروبا موجود في مصر بالكاليبرز المصريين. ودي تبقى عارف بروف كده على الكلام اللي انا قلته في الاول خالص، اللي احنا عندنا كاليبرز كويسين. طب ليه عندنا كاليبرز كويسين؟ اول حاجه، خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا كان في انيشيتيفز كتيره جدا في مصر للتكنولوجي بالذات. حلو. يعني انت عندك في انتيتيز في مصر شغاله يعني من نار زي ما بيقولوا. عندك الاي تي اي اللي هو مع تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات. عندك الان تي اي، المعهد القومي للاتصالات. اتصالات. عندك اتيدا طبعا، بتحاول تديفلوب كل القطاع عشان يكبر وعشان الكباستي بيلدينج بتاع. وبتساعد الشركات كمان ان هي تحطهم على اول الطريق كمان. بالظبط. فعندك جهات كتير جدا في مصر، ده على بس المستوى التكنولوجي. ده بس جانب. طبعا وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندها يعني انيشيتيفز كتيره جدا، وكل الحاجات دي مجانيه. وحاجات يعني انت بس مجرد ان انت تعمل سيرش ايه الانيشيتيفز اللي بتعملها وزاره الاتصالات او الجهات التابعه ليها، هتلاقي حاجات كتير جدا. ومش شرط يكون الباك جراوند، مش لازم تكون كمبيوتر ساينس. انا هستاذنك برضو، هنبقى نحط اللينك بتاع الهرم بتاع الوظائف اوكي. بتاع وزاره الاتصالات برضو يبقى موجود عشان اي حد يقدر يتابعه ويعرف الابديتس اللي بتنزل اول باول. مفيش مشكله، هبعت لك اللينكات. وطبعا يعني اي حد يقدر يدخل يشوف الوظائف اللي بتبقى متاحه. وبقى انت محتاج بقى تسيرش دورك بقى، خلاص انت ديفاين انت انهي وظيفه، ايه اللي تقدر تعمله، وتسيرش بقى عليه. فدي تاخدني للنقطه الثانيه. طب انا سيرش ازاي؟ كل ده احنا لسه بنحدد ايه المجال اللي احنا عايزين نشتغل فيه. عندك حاجتين او وسيلتين تقدر تشتغل بيهم. لينكد ان، صديق الصدوق، تقدر تشوف ايه الشركات اللي بتقدم اللي انا بقوله دلوقتي دوت، وتقدر تعرف بقى هو السالاريز كام. مش احنا كنا بنسال اسئله فوق؟
اكيد دلوقتي هيجي في دماغ اي حد بيسمعنا، طب انا اعرف اجاوب على الاسئله، انا عرفت الاسئله، طب مم. ازاي اجاوب عليها؟ هتدخل لينكدين، هتعرف ايه الجوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن للوظائف دي هيقول لك انت هتعمل ايه، فده مظبوط. اللي انت هتشتغله كل يوم. تاني حاجه السكيلز نيد، انت ايه ايه المهارات اللي انت عايزها عشان تشتغل الشغلانه دي. تمام. السالاريز هتلاقي في بعض الناس عاملين اعلانات على وظائف حاطين فيها السالاريز. تمام. الاوبورتيونيتيز، اقدر اقول ان اي حاجه ريليتد بالتكنولوجي هي فيها جروس اوبورتيونيتيز. خلاص. حلو أوي. على العكس من التراديشنال وورك، انت دلوقتي شغال بمانيوال بالورقه والقلم، لا خلاص كل الكلام دوت مش هقول لك هيختفي، ولكن خلاص بقى فرصه بتقل قوي كشغل جدا وكتطوير في المجال. جدا. كل انت في مصر خلاص كل التوجه الحكومه على الديجيتال ترانسفورميشن، فالشركات بتقود الموضوع ده، فانت مستحيل تلاقي فرصه الا يكون انت عندك النو هاو الديجيتال او التكنولوجي. انا مش قصدي بيها ان انت تبقى يعني خبير في حد الاكسل مثلا، ان انت بتعمل كل حاجه في الاكسل، بس عندي الاساسيات بالظبط وفاهم ازاي اعرف اللي ادور. تقدر تبني عليها. مم. تمام. فديت الجزء التاني فيما يخص انت ازاي تديفاين او توصف انت محتاج ايه الوظائف المتاحه. طيب في سؤال ناس كتير جدا بالذات طلاب ولسه خريجين بيسالوه، طب ايه هو الكارير او البيست كارير، حلو أوي. اختاره ازاي؟ يعني انا دلوقتي متاح قدامي او متاح، انت الكلام اللي انت قلته ده عظيم جدا، في كذا وظيفه متاحين. تمام. هقول لك المعادله عشان تشوف افضل وظيفه، 4 حاجات محتاج تجاوب عليهم او يعني تبقى شايفه. هقولهم من الاقل اهميه للاكثر اهميه. اول حاجه ان انت تكون الوظيفه دي حابب تعملها، دي الاقل اهميه، تقول لي دي دي اقل اهميه. طب اكثر شويه، انت محتاج بتكون بتعرف تعمل جزء من الوظيفه دي كويس عشان تبقى بالنسبه لك سهل ان انا سهله اقدر اللي انا ابدا اشتغلها. واتعلم فيها. تمام. طيب تالت حاجه يكون في ماركت نيد، يعني انا ما ينفعش ابقى مختار وظيفه وما فيهاش احتياج في السوق. تمام. مم. رابع حاجه ودي المهمه، ان هي يبقى في يعني هيبقى في ريورد منها بقى، هياخد فلوس. مم. يعني دول الاربع حاجات لو اتحققوا في الوظيفه، ده هتبقى بالنسبه لك ده البيست كارير. اول حاجه بتحبها، اللي هي اخر حاجه تقدر تفاضل ما بينها، بتعرف تعملها او مش لازم تكون اكسبرت بس تكون خلاص في الطريق. تالت حاجه ان يكون في ماركت نيد عليها، ما يبقاش الكومبيتيشن كتير. ما هو بص، لو في ماركت نيد فرص الشركات الشغل هتحتاج، هتبقى. فهتبقى ليك فرصه. تمام. رابع حاجه ان ودي المهمه، ان هي تحقق لك الاحتياجات بتاعتك اللي احنا كنا بنقولها فوق بقى في السيلف اسسمنت. تمام. فده فيما يخص الجزء الخاص باللي انا ادور على كارير ازاي، انا رايح فين في الابلكيشن اللي احنا قلناه، اوكي. انا رايح فين. انا عايز بقى اقول لك على حاجه، لو انا مثلا من خبرتك برضو، لو انا مثلا دلوقتي بدات وسمعت عن اكتر من كارير، أوكي. هل الاول بعمل سيرش، ادور كل واحد اشوفه بيميت الفاليوز والنيد بتاعي ولا لا، ولا ارمي نفسي في شغل فيه؟ يعني مثلا جه حد قال لي في وظيفه مبرمج مثلا، وانا معايا الاساسيات اروح، بس في نفس الوقت سمعت حد بيقول لي ده الجرافيك مطلوب وعليه فرص، اروح. لا ده في مش عارف ايه. برضو بيبقى في هنا حته جزء تشتت، هل اركز في كارير خلاص هو ده اللي بدات فيه، ولا انا مثلا في اول سنه متخرج ادي نفسي فرصه ممكن اجرب في اكتر من كارير؟ حلو. فاكر لما قلت لك وانت في الجزء بتاع الاكسبيرينس وانت في الكليه مم. حاول تنزل انترنشيب، اه صح. تعمل دي بقى، جرب. عندك 4 سنين انت مش مطالب فيهم ان انت تجيب فلوس بالبلدي يعني. صح. انت مطالب فيهم ايه؟ تاكسبلور. انت مطالب ان انت تستكشف. فشوف حد قال لك والله البرمجه ده حاجه كويسه وفيها نيد وليها مستقبل، جرب انزل. ممكن تكون انت بعد ما تنزل وانت شايف اللي هي حاجه حلوه، بس بعد ما تنزل لا انا دي مش هقدر انا اعملها مش بتاع ان انا اقعد على اللابتوب وافضل بالسبع اكتب 8 ساعات كل يوم واكتب كود. اه. صعب جدا. واحد تاني يقول لك والله ده الجرافيك ديزاين، انت ممكن تكون من ضمن الفاليوز بتاعتك بتحب الكويك وينز، مم. فالبرمجه عشان اطلع حاجه هقعد فتره، لا صح. لكن ديزاين لا دي بعد ما بشوف النتيجه بتاعتي.
صح. فتمام، فانت محتاج اللي انت تاكسبلور وانت جوه في الكليه، عشان ما تفقدش وقت بعد ما تتخرج. انت بعد ما اتخرج انا محتاج ان انا اشتغل واجيب فلوس واعمل بقى كيان ليا. لا، اعمل ده، جرب. وانت انزل، لسه في بص الكليه. بص بدل ما تنزل البحر وانت مش جاهز، لا، في خلال الاربع سنين بتوع الدراسه جرب في البسين. امم اوكي. حلو قوي. بس طيب احنا هنا في الكارير ديفلوبمنت سايكل، احنا هنا خلاص استكشفنا الفرص، وعرفنا ازاي ان انا اجاوب على الاربع اسئله عشان واتس نيكست. اوكي، انت زي ما قلنا في الابلكيشن الظريف بتاعنا احنا رايحين فين. اول حاجه حددت انا فين ورايح فين، صح؟ اكيد هيبقى في جاب، مظبوط. صح. انا دلوقتي عايز اشتغل في كونتاكت سنتر الماني، وبيدوا سالاريز كويسه، بس انا ما بعرفش الماني. الجاب بتاعي إيه؟ اللي انا ما بعرفش الماني. فمحتاج ان انا اسيت اوبجكتيف اقدر من خلالها افيل الجاب دي، احط اهداف اقدر افيل الجاب دي. يعني ايه الاهداف؟ يعني انا دلوقتي محتاج ان انا اتعلم الماني. طيب الكونتاكت سنتر او الكول سنتر بيحتاجوا ليفل ايه في الالماني؟ بيحتاجوا مثلا بي 2 سي 1. فانا دلوقتي محتاج ان انا عشان اوصل لبي 2 سي 1 محتاج ان انا اروح اخد كورسز واعمل شادوينج مش عارف ايه لغايه لما اوصل للليفل ده، يبقى عندي فلونسي في اللغه دي. حلو. تمام. فده اوبجكتيف. طب انا عندي نوعين من الاوبجكتيف. عندي لونج تيرم اوبجكتيف، اهداف بعيده المدى وهنتكلم عنها كمان شويه، وعندي شورت تيرم، عندي اهداف قصيره. عايز بس اقول لحد بيحط اوبجكتيف لنفسه، حاول على قد ما تقدر ان انت في الاوبجكتيف وانت بتسيت اوبجكتيف ما تبقاش حاجات خياليه. اللي انا هتعلم الماني سي او مايكروسوفت. اللي انا ولا واللي انا وحتى في الديفلوبمنت لنفسك، اللي انا هتعلم لغه في 3 شهور. لا، مفيش. يعني اللي انت بتقوله ده مش اتشيفبل. تمام. انت محتاج تكون واقعي جدا في الاهداف بتاعتك، والاهداف بتاعتك دي تكون ليها تايم باوند. يعني انا هبدا النهارده وقدامي 3 شهور عشان اتشيف. تمام. وتكون ريليفنت اساسا للجزء او للشغلانه او للهدف اللي انت رايح له الاساسي، اللي انا عايز اشتغل في شركه اكس في مجال اكس. تمام. فدي فيما يخص ان انت لازم يكون عندك الاوبجكتيف دي اللي هي هتفيل الجاب ما بين انت فين، بعد ما عملت سيلف اسسمنت ورايح فين. حلو. تمام. فده بالنسبه بنتكلم على الشورت تيرم. تمام. طب اللونج تيرم بقى، في سؤال اكلاشيه بيتسأل على طول في كل الانترفيوهات: انت شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ مم. لو اللي بيعمل انترفيو بيسأل السؤال دوت من باب اللي هو اللي بسأل السؤال ده وخلاص، فده مش صح. لكن لو هو بيسأله وقاصد معناه، مهم جدا جدا تكون انت محضره في المايند سيت بتاعتك، ولازم تكون انت عامل له البلان بتاعه. هل السؤال ده مهم؟ طبعا مهم. ده مهم حتى لو انا لسه خريج جديد لسه ما اعرفش اي حاجه. طبعا. طبعا. مم. ما انت رايح فين؟ بص، زي ما انت بيبقى عندك مايلستون كده بسيطه قريبه، كويك وينز انت بتعملها، لازم تكون شايف ان انت رايح فين. يعني مثلا نفس المثال اللي احنا قلناه، انا في القاهره ورايح اسوان، لو لقيت نفسي وانا في الطريق معدي على المنيا وبني سويف في نفس الطريق، انا كده اون تراك، دي كويك وينز، انا مم. وصلت، انا في الطريق. صح. فانت محتاج تكون شايف ان اخر الطريق انت رايح اسوان. مم. هي دي اللي بعد 5 سنين، ده الاوبجيكتيف بتاعك خلال فتره كبيره. فانت محتاج لازم تكون شايفه كويس جدا. مم. ليه؟ اللي بيعمل معاك انترفيو هو هدفه ان الشركه بتاعته دي تتطور. فالشركه دي مكونه من ايه؟ مكونه من افراد. فلو انا جايب شخص هو شايف لنفس الديفلوبمنت بتاعه كمان 5 سنين، هيجي يعمل ديفلوبمنت للشركه. صح. فانا لازم اكون انا مجاوب على السؤال ده قبل ما اروح اساسا الانترفيو. مم. تمام. اكون عارفه، شايف انا ايه المستهدف بتاعي خلال السنين اللي جايه. تمام. فده مهم جدا 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 اللي انت تبقى حاطه في دماغك وانت بتحط الاوبجيكتيف بتاعك. طب سؤال جانبي بقى اللي في نص الطريق، واحد 5 سنين 10 سنين خبرة، هل برضو محتاج كل فترة يسأل نفسه نفس السؤال ده؟ طبعا ريدايركشن. انت بقى وجه نفسك. انت بص، الكارير ديفلوبمنت سايكل دي هي معتمده اساسا على ان هي مش وانس انت بتعملها وخلاص. لا، ده انا بعملها وانا طالب،
بعملها وانا خريج، بعملها وانا عندي 15 و20 سنه خبره. ده يرجعنا لاول حاجه قلتها، ان اهدافك دلوقتي بعد 15 سنه غير بعد بالظبط. 20 سنه، غير وانت عندك لسه 5 سنين خبره. بالظبط كده. مم. فانت محتاج تعمل السايكل دي على طول، تعمل سيلف اسسمنت نفسك. طب انا وصلت لفين دلوقتي؟ ما هو السيلف اسسمنت مش بس انا عندي ايه الخبرات والنيد والفاليوز بتاعتي، لا انا وصلت فين دلوقتي، مم. محتاج اعمل ايه. تمام. هل محتاج انا مثلا حطيت لنفسي اوبجيكتيف كمان 5 سنين باوبجيكتيف معين، هل ممكن يكون في تغيرات حصلت تغير الاوبجيكتيف ده؟ وارد جدا. حلو. الاي اي، مم. احنا من 5 سنين يعني سنه 2022 نوفمبر 22 كان في ناس حاطه شركات حاطين اوبجكتيفز مختلفه تماما. اول لما الاي اي او الجين اي اي اللي طلع، لا الشركات والافراد ذات نفسهم توجهاتهم اختلفت تماما. مظبوط. فانت محتاج حتى لو انت خريج تعمل نفس السايكل دي. تمام. حلو قوي. طيب انا كده خلاص عملت السيت كارير اوبجكتيفز، اوكي. قربت اوصل ولا لسه؟ قربت جدا. هو اوريدي انت خلاص انت في انت سايق العربيه. حلو. انت في الطريق. تمام. محتاج بقى بعد ما انت حطيت الاوبجكتيف دي، مشكلتنا الاساسيه اللي انا ممكن احط اوبجكتيف وما عنديش الريسورسز او مش قادر امانج الريسورسز اللي تقدر تخليني احقق الاوبجكتيف دي. يعني ايه مانجر ريسورسز؟ حلو. انا دلوقتي بني ادم صح؟ ايه الريسورسز بتاعتي؟ عندي وقت، ده ريسورس. مظبوط. عندي فلوس، ده ريسورس. عندي جهد، ده ريسورس. صح؟ اي اوبجكتيف من الاوبجكتيفز دي محتاج الوقود بتاعه للثلاثه دول، يعني الثلاثه دول هم الوقود بتاعه. صح. تمام. مين فينا ومن اللي بيسمعونا دخل كورس وما كملوش؟ كتير. انا اولهم. انا اولهم. كلنا عدينا على المرحله دي. ليه؟ هيبقى عندك مشكله وانت داخل الكورس. انا ممكن يكون انا عايز اخد الكورس دوت بس ما عنديش وقت، عايز اخد الكورس دوت بس ما عنديش فلوس، عايز اخد الكورس ده بس ما عنديش موتيفيشن، ما عنديش جهد. تمام. فانت محتاج تمانج يور ريسورسز للثلاثه دول. بتلاقي ناس كتير دخلت انيشيتيف للحكومه، يعني انيشيتيف عاملاها الوزاره وعاملاها كل الجهات اللي احنا اتكلمنا عنها، ودخلت اول لما تدخل ربنا يكرمهم ويشتغلوا. تمام. يسيب صح. يا ما حبيبي، انت التراك اللي انت فيه دوت، لو انت شغال هيساعدك ان انت تتطور في التراك اللي انت شغال فيه. حاول تمانج بقى. عشان كده بقول ايه، مانج يور ريسورس. تمام. هقول لك حاجه ممكن ناس كتير ما تبقاش يعني تعجبها قوي. الحمد لله الحكومه دلوقتي موفره يعني وسائل كتيره جدا ان انت تقدر تتعلم وتتطور ومش بس كده، الانترنت واي اي تقدر تتطور يعني. بس انا عندي مبدأ كده، اللي بيجي سهل بيروح سهل. صح. يعني انا لو دخلت منحه ماشي، الحكومه موفره مجانيه 100%، بس انا لو ما بذلتش جهد مش هبقى هاخد الفاليو اللي هتقدر تساعدني. في كتير جدا من البروجرامز اللي احنا يعني بنبقى شغالين عليها، بقول يعني واحنا بنعمل ديزاين للبروجرام، بقول نحاول يبقى في كونتريبيوشن، مساهمه من الناس اللي هتدخل، ما يبقاش فولي فاندد. ليه؟ عشان يحس ان هو عنده التزام. صح. عارف كان في عادل امام يقول لك بلد بتاعت شهادات، دلوقتي ما بقتش الدنيا هو ما بقاش موضوع شهادات، بقى فكره ان انت لازم تدخل تبذل مجهود، تكتسب مهاره، تقدر بره في الماركت تقول انا عندي المهاره دي، مش شرط بورقه. صح. اوكي. هو اسمح لي بس كمان هضيف في الحته دي حاجه، احنا مش بنقول ان الكورسات او المنح والمبادرات هي الخطوه، لا انت عندك اليوتيوب. انا بالنسبه لي اليوتيوب ده مدرسه كبيره جدا بكل اللغات. هتلاقي ناس مقدمين محتوى عربي، محتوى انجليزي، محتوى حتى بلغات تانية، وكمان دلوقتي موجود موضوع السبتايتلز او الترجمه بالظبط. فدي برضو حاجات احنا مش بنقول ان لازم المبادرات او ان انت يبقى معاك فلوس عشان تاخد كورس، لا انت ممكن عن طريق اليوتيوب على الاقل تاخد اول او تاني او تالت خطوه فور فري. بالظبط. وفرت الوقت والاراده ان انت وانت كمان خلاص ما بقاش فيه فلوس انت بتدفعها، انت بالزبط. بس دورك ان انت بس توفر جهد ووقت اللي انت تسمع وتطبق. تمام. وده اول حاجه على فكره، ده من جزء لو رجعنا كده خطوتين لورا، اللي انت تاكسبلور. انت ممكن تاكسبلور المجال من خلال اليوتيوب، من خلال الاشخاص اللي انت عارفهم على لينكد ان، تسالهم هي الوظيفه دي محتاجه ايه، الوظيفه دي ايه المهارات اللي عايزينها، ايه الابديت بتاعها.
فهو ده انت محتاج كل شويه انت تابديت نفسك، انت محتاج ايه. تمام. فاحنا كده يعني خلصنا اول 4 خطوات من الكارير ديفلوبمنت. تمام. خلاص. هناخد بقى اخر حاجه، احنا خلاص احنا على مم. الطريق وقربنا نوصل. اخر حاجه الكنترول، هل انا اون تراك ولا حصل انحراف. انحراف بمعنى ايه؟ انا والله كنت عايز اوصل ان انا ابقى سيرتيفايد في حاجه في السايبر سيكيورتي، وده كان التراك بتاعي، ده كان الفاينل اوبجيكتيف في الحته دي. هل انا لسه اون تراك ولا خرجت؟ ظهر لي ان الاي اي هو الجديد، فرحت سايب كل ده ودخلت في ماشي الاي بقى اي. بالهوا. اه. فظهر لي حاجه جديده فرحت لها. فظهر لي حاجه جديده فرحت لها. لا، الكنترول هنا انت بتراجع الاوبجيكتيف بتاعك اللي انت كنت حاطه، هو على طول ده كده معاك في جيبك. انا عايز اوصل لفين؟ عايز اوصل للحته الفلانيه. فعشان اوصل ليها انا ايه؟ انا اون تراك ولا خرجت؟ لو خرجت ارجع. ودي كانت على طول المشكله بتاعتنا وانت بتاخد كورسز وتخرج صح. وتاثر. فانت محتاج مايند سيت وانت ماشي في الطريق، ماشي في المشوار بتاعك ده. تمام. فدي السايكل يعني مش هقول بقى بسيطه، بس محتاج تفضل تعملها طول حياتك في التراك بتاع الشغل. طيب انا هستاذنك، بس انت كنت قلت برضو ان في جايد انت مجهزه. مم. لو هستاذنك بس برضو هنبقى نحطه على السوشيال ميديا الخاصه بينا، اوكي. واللينك بتاع الحلقه، اوكي. بحيث ان برضو اي حد يقدر يعمل داونلود للبلان، وكل فتره يقيم نفسه ويمشي عليها. بالظبط. الفايل دوت هو ايه بقى؟ كل الكلام اللي احنا قلناه ده بقى ان ديب، يعني انت داخل بقى بتفاصيل اكتر. طب انا اعمل ازاي سيلف اسم؟ طب ازاي احط بلان؟ ازاي احط لنفسي اوبجيكتيف؟ كل الكلام ده بقى بالتفاصيل، بالتولز اللي تقدر تساعدك اللي انت تحط الكلام دوت. تمام. طيب احنا دلوقتي دي كانت اخر بوكس او اخر مرحله معانا في الكارير ديفلوبمنت سايكل. ازاي ان انا اطور من نفسي واحافظ طول ما انا ماشي على الرود ماب او الخطه اللي انا رسمتها ليا، زي مثلا انت قلته من القاهره لاسوان. بالظبط. ما بقاش ماشي في النص لقيت والله ده هنا بيبيعوا حاجات حلوه فانزل اشتري واقضي اليوم. والقطر يفوت. واضيع الطريق ان انا بدات فيه واوريدي انا خدت فيه شوط. حلو. فاحنا خلينا نتكلم في الكنترول، وناخد من الكنترول كونكلوجن بقى، او نقفل السايكل. زي ما انت قلت بالظبط. احنا الكنترول ده الهدف منه ايه؟ اللي انا براجع انا في انهي حته في الطريق، هل انا ماشي على الطريق ولا لا. تمام. وبرضو في حاجه مهمه جدا جدا، زي ما انت بتحط لنفسك الاوبجكتيف او مشيت على السايكل ديت، انت محتاج ليك some sort of mentor، حد برضو يبقى شايف معاك الطريق ده وانت ماشي. مش هقول لك حد يبقى يسليك في الطريق، ولكن حد يعني يوجهك وانت في الطريق دوت، انت ماشي صح ولا غلط. عشان احيانا انت بتكون بتخدع نفسك في اوقات كتير، بتبقى شايف ان والله ده في opportunities، بس لا، هو الواضح بيقول ان الوظيفة دي لا، هي دلوقتي خلاص في نازلة، ما فيهاش ديماند. فلا، التراك اللي انت واخده دوت مش صح، في تراك تاني ممكن يكون اقصر يوصلك لنفس الاوبجيكتيف. فانت محتاج من حين لاخر حد يبقى معاك جايد كده في الطريق. تمام. طيب ناخد الكونكلوجن بقى. انت محتاج تمشي على 5 خطوات. سيلف اسسمنت، تفايند ايه الكارير اللي انت عايز تشوفه، ايه الكارير اللي انت عايز تشتغل فيه، وقلنا بقى الوسائل بتاعته ازاي تبقى عارفها. تالت حاجة تسيت اوبجيكتيف عشان تفيل الجاب ما بين انت فين وعايز تروح فين. رابع حاجة تحط لنفسك البلان، الاكشن بلان اللي انت تدير بيها الريسورسز بتاعتك عشان تقدر تنفذ الاوبجيكتيف ده. واخر حاجة تكنترول، تمونيتور انت في انهي حتة في المشوار اللي انت ماشيه بتاعك. تمام. فدول ال5 خطوات اللي انت محتاج تعملهم من دلوقتي لغاية لما تطلع معاش. عايز اقول لك مفاجأة، بره مصر هم بيعملوا نفس السايكل دي بعد ما يطلعوا معاش. في ناس تقول لك انا والله بقى انا خلاص، انا السيلف اسسمنت انا خلاص، انا كده عملت كل حاجه، محتاج بقى ايه؟ الكارير بتاعي هبقى هتطوع في الان جي اوز. هتلاقي ناس كتير جدا بره بيعملوا كده بعد التقاعد، بيعملوا الكلام ده. هو عامل بلان لنفسه ما وقفتش. تمام. فانت محتاج تعملها وانت في الكليه، وانت لسه خريج، وانت بقالك 15 سنه شغال. محتاج تعمل السايكل دي، وكل شويه تكنترول على السايكل دي.
طيب ازاي بقى هقدر اكنترول؟ لان انا ممكن احبط، ممكن اخد كورس وما يجيليش شغل، ممكن غصبا عني هلاقي في بيني وبين زمايلي اللي احنا كنا متخرجين مع بعض في مقارنة، حد مثلا سبقني حد. ازاي بقى اقدر احافظ على الكنترول ده طول ما انا ماشي يعني؟ طيب، اللي احنا كل الكلام اللي احنا قلناه ده كلام علمي بحت. انت بتمشي مجموعة من الخطوات، اجراءات، كل خطوة بتسلم التانية عشان توصل لاوبجكتيف. بس الواقع مش بهذه المثالية. المثالية والوردية. تمام. فانا ممكن اروح اخد كورس، عملت بقى سيلف اسسمنت وعرفت انا محتاج ايه، اخد كورس وادفع فيه الشيء الفلاني وما الاقيش الوظيفة. ممكن في نص الطريق ازهق. فانت محتاج يبقى عندك مايند سيت وانت بتعمل الكلام اللي بيها يبقى عندك سيلف موتيفيشن، يبقى انت عندك تحفيز داخلي كل شوية بيزقك ناحية الهدف بتاعك. طب دي تعملها ازاي؟ بص كده، يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ادالنا القرآن جايد. تمام. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام عليه بيقول الصلاة من والسلام. قرأ سورة الكهف يوم الجمعة في حديث أضاء الله له نورا بين الجمعتين. النور مش بس نور روحاني لا، كمان نور انت تبقى شايف. تمام. ففي سورة الكهف فيها 4 قصص. ال4 قصص هم الخطوات او الافكار اللي انا عايزك وانت بتعمل الطريق بتاعك تبقى عندك. تمام. كلنا كلنا بيبقى خريجين الكلية عندنا فكرة الاستحقاق. انا حلو. خريج هندسة، فانا خلاص انا خدت الشهادة النهاردة اروح اشتغل. تمام. فهو انا عندي الاستحقاق، انا لازم اشتغل. بس استحقاق فين؟ في الكومبيتيشن العظيمة اللي انت شايفها دي. ما في صح. كام واحد زيك خريج. تمام. فدي اول حاجة انت محتاج تنزل شوية بقى، تهدي كده شوية. طب ايه بقى؟ وانت بتقول لي في سورة الكهف، انا من الناس اللي بقول لك لازم يبقى عندك جانب روحاني شويه. ان انت ما يبقاش كل حاجه 1+1=2. بس في اوقات كتير مع المايند سيت ومع المعتقد بتاعك، ممكن 1+1=30، ممكن 1+1=100. تمام. حلو. طيب، ايه الافكار اللي انت عايز تقولها لنا من ال4 قصص بتوع سورة الكهف اللي يساعدوني قوي وانا ماشي في الطريق؟ اول حاجة اهل الكهف. طب اهل الكهف هم ايه كان تفكيرهم، او هم حالهم الوجداني كان عامل ازاي؟ كان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني إيه؟ يعني هم حاسين إن هم إيه؟ أنا مش عندي استحقاق يا رب، كل حاجة منك والرزق منك. ما إحنا بنعمل كل الكلام ده عشان إيه؟ هنشتغل الرزق. عشان الرزق. كل اللي إحنا ماشيين فيه عشان الرزق. فأنت أنت ما عليك إلا السعي. ماشي. فأنت ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون وإنه لحق. تمام. وإنه لحق. فخلاص، فهو الموضوع من ربنا سبحانه وتعالى. فانت لازم يبقى عندك المايند سيت ان انا بعمل اللي عليا، ويا رب كله عليك. انا ما عليا الا السعي، وان سعيه سوف يرى. تمام. فانت دورك ان انت بس تشتغل، وربنا هو اللي ايه، اللي عليه الفتح وعليه التوفيق وعليه الهدى. فدي اول فكرة تبقى موجودة في دماغك. حلو قوي. تمام. دي اول حاجة، اول قصة. دي قصة كده اصحاب الكهف. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال للنبي بعديها ايه؟ قال للنبي توصية غريبة جدا بعد القصة دي. قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده في الهداية. لو هناخد منها فايدة وانت ماشي في الطريق، حاول يبقى معاك الناس اللي ما توقعكش. مليون ما المية. تبقاش وانت ماشي في التراك ناس تقولك يا عم هتلاقي التظبيط كتير جدا. لا لا لا، صح. انت اللي انت بتعمله مش نافع. عشان كده بقولك حاول يبقى معاك جايد. ده هيساعدك جدا وانت ماشي في التراك. تمام. فده اول نقطة، اول قصة. طيب ايه القصة التانية اللي جت في سورة الكهف؟ قصة اصحاب الجنة. 2 اصحاب وداخلين جنة واحد منهم. اللي هي المزرعة. المزرعة بالظبط مم. كده. واحد خلاص هو حس بقى الزيادة شوية، اللي انا اللي عملت كده، انا الجامد. الاستحقاقية اللي احنا كنا الاستحقاقية، مم. انا الجامد. فاللي معاه التاني بقى كان رأيه ايه؟ لا دي مش بتاعتك.
خالص. دي الجنه دي اللي انت شايفها ومبسوط بيها قوي، دي مش بتاعتك خالص. انت ماشي بسعي ربنا، بتوفيق ربنا في الطريق ده. فما تفتكرش ان انت عملت كويك وينز ان انت جامد. فخليك كده ايه، اهدى شويه، خد نفس. بعد كل نجاح اتبسط بيه، حاجه كويسه. بس بص للنجاح اللي بعده، ان انت لسه محتاج اعانه من ربنا، محتاج دعم من ربنا. تمام. آه فدي ده المشهد اللي انا عايز اخده بس من قصه اصحاب الجنه. ان انت ما تفتكرش ان انت جامد حتى بعد ما يحصل لك توفيق. لا، مش عندك خالص، ده هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ساعدك في كل الكلام ده. اللهم تمام. المستعان. طيب، ايه القصه الثالثه؟ القصه الثالثه بقى سيدنا موسى والخضر. ودي بقى فيها بقى السعي، فيها اللي انا الموتيفيشن اللي النبي من اولي العزم الخمسه هو بيسعى ان هو يتعلم، بيسعى ان هو ادراكه ان العلم ما احصاش. ان صح. انت على طول فكره اللي انا لسه كنا بنقولها في السايكل دي، ان هي مش مره تعملها وخلاص، مم. مش انا اطور نفسي وخلاص. لا، ده هو القرآن يعني بيفصل الموضوع ده بطريقة يعني عظيمة جدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. أنت واخد بالك من لا أبرح؟ مم. اللي هو لا، أنا مش هقعد، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، اللي هو الهدف اللي هو كان محدده في الاول. أو هفضل سنين أنا ماشي. مم. أنا عندي أوبجيكتيف ورايح له. تمام. آه الشاهد بقى كمان في القصة دي بقى حاجة عظيمة جدا. ان الخضر لما كان بيقول لسيدنا موسى انت هتيجي معايا، يعني انت عايز تتعلم هتبقى معايا، كان المقولة ايه؟ كان قال له ايه؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. الموضوع محتاج صبر. مم. هتصبر، هيبقى عندك الهدوء ان انت ممكن يكون الاهداف بعيدة شوية بس انت بتحقق. هتصبر. الموضوع محتاج صبر. يبقى اول حاجه قلناها خالص في القصه الاولانيه، انت محتاج ان انت ايه، تلغي الاستحقاقيه وتبقى كده على الارض وتطلب الاعانه من ربنا سبحانه وتعالى، وان الرزق ده من ربنا سبحانه وتعالى. ونعم تمام. بالله. تاني حاجه، مش انا جامد، مش انا عملت الكويك وينز دي فانا جامد. تالت حاجه، محتاج يبقى عندك مش هقول بقى الباشن والكلام عزيمة الشغف، بس في عزيمة. عندك عزيمه جواك، وعارف ان الطريق مش هيبقى سهل. تمام. دي تاخدنا لاخر قصه اللي الناس على طول عايزه تمكن، عايزه تبقى ذو القرنين، عايزين نمكن. طب انت مشيت بالبروسيس دي؟ يعني خدت مشيت في الحاله وجدانيا في الاربع قصص، في الثلاث قصص الاولانيين، ان انت مش احسن حاجه. انا لسه مستضعف بقى علميا، خبري يعني من جانب التقني والخبرات هل انت عندك يعني شفت ان انت كده؟ هل ما لما ابتديت تتعلم وتشتغل وتطلع قماش زي ما بيقولوا، ما بقتش انا اللي جامد وانا اللي عملت كل الكلام ده؟ بقى عندك القصة الثالثة، بقى عندك الشغف اللي انت تتعلم على طول. حلو أوي. تمام. اخر حاجة بقى ذي القرنين هو اخر سايكل للتمكين. تمام. طب ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القرآن؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يعني في الأسباب اتمهدت له خلاص. ليه؟ عشان هو خد مشي سعى، عمل كل البروسيس. تمام. طب هو ذي القرنين سكت؟ لا، احنا سعينا وبدأنا بنطور من نفسنا كمان. عايزين. لا، هو ذات نفسه لما ربنا اداله الأسباب دي، لا، فأتبع سببا، هو خد بيها مم. ومشي بيها. تمام. فالسايكل دي انت محتاج وانت بتعمل بقى البلان بتاعك، وانت بتحط الكارير ديفلوبمنت بتاعك، لازم تكون داخل بالمايند سيت دي، داخل بمايند سيت ان انا ما عنديش استحقاق، انا محتاج اشتغل، محتاج ان انا اتعلم وابقى عندي مش هقول ما يبقاش عندي الكبر في العلم، اللي انا اروح واتعلم من الناس الخبره الاكتر مني واسعى في الانيشيتيفز اللي موجوده، ان انا لما اطلع قماش ما بقاش يبقى الموضوع من عندي.
اسمح لي بس كمان في حته كمان بقى، احنا بنقابل ساعات الامثله العكس، اللي هو يبقى يعني ايه من جواه شايف نفسه قليل قوي. يا مم. عم انا هروح فين مع الناس دي؟ اوكي. انا هنافس الناس دي ازاي؟ اوكي. لا لازم برضو يبقى انا عندي شايف ان انا، احنا كلنا عندنا نفس ال 24 ساعه. ان كان في بالظبط. حد سابقني بخريج كليه معاه لغه معاه شهاده، لا انا هقدر بالسعي هوصل، ولو اشتغلت على نفسي اكتر هقدر هنافس كده. بص، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت لو انت شايف ان نفسك اللي انت مش افضل حاجه، طب ما يعني زي الكوميكس اللي بيطلع دي، انت جربت هتخسر ايه؟ ما تجرب. صح. يعني انت مش هتخسر حاجه، هتخسر ايه اكتر ما انت خسرانه؟ يا عم امشي، حط نفسك في الطريق. تمام. حلو قوي. بس خلاص احنا كده وصلنا للطريق. اولا بجد والله انا مبسوط بالرحله دي، لان الرحله دي فعلا زي ما انت قلت هي مش للخريج الجديد بس. احنا طول ما احنا ماشيين محتاجين كل فتره كده نقيم نفسنا ونشوف احنا فين، وهل الطريق اللي انا ماشي فيه ده هل هو المناسب ليا، مناسب للطموح بتاعي، ولا ممكن يبقى فيه فرص تانية ادخل فيها. اوكي. يعني بص، هي انت مع الوقت اللي بيسمع الكلام بتاعنا دوت، مع الوقت هتبقى عارف هي ايه بقى، اتيتيود بقى، سلوك. هو بقى شايف هو رايح فين. طب انا ماشي في التراك، هو مش هيبقى محتاج ورقه وقلم. مم. هو خلاص بقى حاجه بيلت ان، عارف الطريقه. انت بتصحى الصبح خلاص انت عارف انت هتعمل ايه. فهي هتبقى كده بيلت ان، انت خلاص عارف انا هصحى الصبح هعمل ايه. انت ما عليكش، ما فيش دور ليك ربنا اداهولك. يعني ربنا ما بيحاسبكش على الانجاز. يعني انت مش هتحاسب ان انت بقيت السي او بتاع، لا، هتحاسب ان انت سعيت. وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك خالص على الانجازات. مم. هيحاسبك على سعيك، انت مشيت الطريق ولا لا. فهنا احنا النهارده بنقول ايه؟ امشي في الطريق. وده الطريق اللي انت تقدر تمشي عليه. دي الاشارات المرور اللي من خلالها تقول لك انت ماشي في الطريق صح ولا غلط. بس فانت دورك بس ان انت تمشي في الطريق بس. طيب احنا محتاجين نصيحتين اللي معانا بقى كمان اللي هو في نص الطريق، اوكي. اللي هو انا بدأت الشغل، بدأت اسمع مثلا عن فرص تانية، او ان انا ممكن ازاي اطور من نفسي في المجال بتاعي. طيب، بما اننا بنتكلم على التكنولوجي، فانت اهم حاجه تكون ابديتد باللي بيحصل. وحاول على قد ما تقدر ان انت تربط نفسك بالتكنولوجي، ان هو ما يبقاش هو اللي بيقوم بشغلك، يبقى بيساعدك اللي انت ت ت تطلع انتاجيه احسن. يعني انت دلوقتي شغلك انت شغال، وده طبيعي جدا، بتطلع في اليوم انتاجيه. ولو مثلا هنقول لو بنقسمها بالوحدات، يعني مم. 50 وحده في اليوم. لا، ممكن التكنولوجي دي تطلع لك انتاجيه، او تساعدك ان انت تطلع 50 بدل 50 تبقى 100 وحده. فدي هتميزك اكيد على اللي زيك. يعني ما اقعدش حاطط في فهتديك دماغي ان الاي اي مثلا هيجي ياخد خالص. هيقعدني في البيت. بص، بمناسبه موضوع الاي اي دوت، كان الثوره الصناعيه اللي حصلت في القرن ال 19. 19. كان ايه؟ ان هم عمل المكن دوت جه يشتغل، ففي ناس في المزارعين بدلهم. تمام. الناس دي اتقسمت لفئتين. يعني انا دلوقتي عندي مكان الناس 100 واحد فلاح بيشتغل في في الارض. المزارع. بدلت ال 50 بمكنه. هو ده اللي احنا متخيلينه هيحصل دلوقتي في الاي اي. مظبوط. صح. ال 50 دول منهم هنفترض يعني منهم 25 واحد استسلم للامر الواقع، وقال لك انا خلاص انا كده اقعد بقى. منهم 25 واحد اتعلموا ازاي يصينوا المكن، اتعلموا ازاي يروحوا يشتغلوا في المصانع اللي بتعمل المكن، فلاقوا لنفسهم شغل، لقوا لنفسهم مكان. الاي اي نفس القصه دلوقتي. مم. اللي حصل في 1800 بيحصل دلوقتي في الالفينات. ايه؟ ان انت جالك حاجه هتقلل شويه من فرصك. طب دورك ايه؟ قدامك تمشي طريق من الطريقين اللي مشيوهم من 200 سنه. لا تقعد وتقول خلاص الاي اي جه وتقعد تعيط، لا تشوف ازاي ان الاي اي ده يبقى وسيله ان انت تلاقي نفسك مم. بس. صح. لكن لو غير كده هتقعد بس. مية مية. شكرا يا اسامه بجد على وقتك، ربنا وشكرا يخليك. على الاكسبيرينس والرود ماب ان انت عملت له شيرنج، واحنا انا عن نفسي اول واحد اتعلمت وان شاء الله ربنا هشتغل يخليك. عليه. شكرا ليك.
شكرا ليكم، واتمنى ان انتوا تشاركوا الحلقه دي خاصه مع الناس اللي لسه بتدرس في الجامعه او خارجين متخرجين جديد. وان شاء الله ما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي اسئله على الحلقه استاذنكم اكتبوها على الكومنتات. شكرا، السلام عليكم.